النقطة الثانية لتفوق السنن الإلهية على السنن والدساتير الجعلية الأرضية، النقطة الثانية أن الدساتير الجعلية الأرضية هي نظريات قد تجانب الحقيقة أو توافق الحقيقة وتكتفي بالتوصيفات. أما السنن السماوية فهي لا تكتفي بالتوصيفات بل بالتطبيقات أيضا، أو ما نسميه بالأسوة الحسنة. هناك من يذكر الخير ويكون عاملا بالخير. الأسوة الحسنة أن يرى الإنسان الأئمة المعصومين رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة له في حياته العملية، فليتأسى كما في الرواية متأسٍ بنبيه وإلا فلا يأمنن الهلكة. خلينا نتأسى برسول الله في عوائلنا. لماذا نرى الآن العائلة مشتتة؟ كثرة الطلاق، كثرة الانهيارات في العائلة، الخلافات المستمرة بين الرجل وزوجته، المشادات. لماذا؟ لأننا تركنا بيت علي وفاطمة عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. تركنا بيتهما. أريد أن آمر بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف أن نقتدي بهؤلاء، أن نتعلم منهم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله من المعروف يوصي بالزواج المبكر. الشاب عندما وصل إلى مرحلة البلوغ عليه أن يتزوج، على أبويه أن يزوجاه. يقول تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، أمر للأبوين والصالحين من عبادكم وإمائكم. البنت عندما تصل إلى مرحلة البلوغ عليها أن تتزوج. مفاسد الاجتماع نصف هذه المفاسد من التأخير في أمر الزواج. قد تشير هذه الرواية: من تزوج فقد أحرز نصف دينه، يعني نصف المشاكل الاجتماعية، نصف المحرمات للتأخير في أمر الزواج، للتأخير في أمر الزواج. رسول الله صلى الله عليه وآله هذا المعروف عندما يأتي إليه يقول: هل أنت متزوج؟ فإن أجاب بالنفي قال: سقط عن عيني. الشاب المو متزوج يسقط عن عين رسول الله. شرار موتاكم العزاب، يأمرون بالمعروف، إصلاح المجتمع بإصلاح العلل، علل الفساد. الزواج ما يكون في طريق إصلاح المجتمع، الزواج المبكر. البطالة، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يؤتى إليه بالشاب أو يأتي إليه شاب يقول: هل أنت تعمل؟ هل لك عمل؟ فإن أجاب بالنافي قال: سقط عن عيني هذا الشاب. في الرواية: إن الله ليكره جيفة الليل بطال النهار. بالليل ينام جيفة مثل الجيفة، مو بس نائم كالجثة، الجثة التي انتشرت رائحة كريهة من جيفة الليل بطال النهار. اللي ما عنده عمل بالنهار، اللي ما عنده عمل بالنهار، الشاب العزب اللي ما عنده عمل طبعا يذهب خلف المحرمات والعياذ بالله. فلنجعل بيت أمير المؤمنين أسوة لبيوتنا. نرى حقيقة الصفاء والسعادة في بيوتنا. ركيزتان أساسيتان في بيت علي وفاطمة عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. في بيت علي القيمومة لأمير المؤمنين. إحدى النقاط التي سببت هذا التفسق الخلقي في كثير من العوائل: لا تكون قيمومة للرجل، المرأة لا ترضى بقيمومة الرجل. الله عز وجل يقول بالنسبة إلى قيمومة الرجل إلى المرأة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. أمير المؤمنين عندما يأتي الرجلان إلى باب بيت فاطمة يأتي إليها، ماذا تقول الزهراء سلام الله عليها؟ تقول: البيت بيتك،
أنت القيم على البيت كما ترى. بيوتنا هكذا. هل الرجل قيم؟ هذه ركيزة. الطائرة لا تطير بجناح فقط، الجناح الآخر. على الرجل أيضا أن يحترم، الاحترام الأخلاقي المتبادل بين الزوجين. فلنتأسى بأمير المؤمنين، يأتي إليها يستشيرها، يقول لها: فماذا ترين يا ابنة رسول الله؟ شنو رأيك أنت؟ شوفوا هذا التكامل بين الموقفين، القيمومة والاحترام. ماذا يجعل؟ يجعل بيتا سعيدا. الزهراء سلام الله عليها تقول: خياركم أكرمكم لنسائهم. رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي. ونساء رسول الله معروفات بعضهن: وأنا خيركم لنسائي. في نظام الأولاد يأتي إليه ذلك الرجل ويقول للإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام: شوفوا النظرة تجاه الأولاد، بئس الشيء الولد، إن عاش كدني وإن مات هدني. إذا عاش فأنا لازم أتعب عليه، أصرف عليه، إن مات هم ينكسر قلبي وأتأثر في موته. الإمام السجاد ذاك حسن البصري، الإمام السجاد أجابه قال: لا تقل هكذا، قل نعم الشيء الولد، إن عاش فدعاء حاضر وإن مات فشفيع سابق. يهودي جالس ينظر إلى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الرسول في حالة الصلاة، يقول أحد أبناء الرسول وكأنه سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: كان يرتقي على ظهره في حالة السجدة، يرتقي على ظهر رسول الله. رسول الله يرفع رأسه برفق ويأخذ الطفل بلطف ويجعله على الأرض. يسجد مرة أخرى، يرتقي هذا الطفل على ظهر رسول الله. رسول الله يرفع رأسه بلطف ويأخذ الطفل برفق ويجعله على الأرض. عدة مرات تكررت في كل سجدة. هذا اليهودي اغتاظ. بعدما أكمل رسول الله قال لرسول الله: تفعل بأبنائك ما لا نفعله نحن. شلون احنا ارتباطنا مع أولادنا في العوائل؟ إذا الأب لا يصرف وقت على الأبناء، الأم لا تصرف وقتا، وإنما الأبناء بيد هذه الخادمة وذلك الرجل، وفي المدارس من الصبح إلى الليل. شلون احنا نربيهم؟ نحضرهم في مجالس الحسين سلام الله عليه أم نتركهم؟ ليش المشاكل موجودة بين الآباء وأبنائهم؟ المشكلة في الآباء أنفسهم، يعني كثير من المشكلة. رسول الله خاطب اليهودي قال: لو كنتم تؤمنون بالله والرسول لعطفتم على أولادكم. هذا اليهودي تأثر بكلام رسول الله أشد تأثر، وأسلم على يدي رسول الله في اللحظة. هذا المنهج. صاحب ابن عباد، هذا الوزير الشيعي اللي يقال أن الشيخ الصدوق كتب عيون أخبار الرضا له، هذا الكتاب القيم جدا، علمته أمه عندما كان يخرج إلى المكتب للدراسة، تعطيها دينارا ودرهما، تقول له: أنفقه على أول فقير تراه. هو هذا تعلم من صغره، كان وزيرا سخيا، انتفع الشيعة في عهده أشد انتفاع، وهذه الحالة كانت موجودة. بالليالي يخلي دينار ودرهم تحت وسادته وهو وزير، على عادة أمه عودته على ذلك، وفي النهار يعطيه لأول فقير يراه، أو يعطي لخادمه يقول: روح أول فقير تشوفه أعطيه الدينار والدرهم. السيد الجد آية الله العظمى الميرزا مهدي الشيرازي رضوان الله عليه، كانت توقظه أمه وهو عمره 2 كانت توقظه في وقت السحر، تصلي صلاة الليل، طفل 2 تجعل أمامه شيء يأكله، هو يجلس 2 3 دقائق
يأكل ما أمامه، ينظر إلى أمه وهي تصلي وينام بعد ذلك. السيد الوالد رحمه الله كان يقول أنه في كبر السيد الجد وكان مريضا، بعض الأحيان متأخر كان ينام، وقت السحر ساعة قبل صلاة الصبح كان يجلس يستيقظ، وصحته كانت تعبانة. مرة قلت له شوية استريح أكثر، هسه صحتك تعبانة، واحد إن لبدنك عليك حقا كما في الرواية. يقول أجاب السيد الجد رحمه الله للسيد الوالد أنه أنا في هذا الوقت أصلا ما أقدر أنام، بدني متعود على الاستيقاظ لأنه من الصغر كنت أستيقظ. شوفوا التربية الحسنة حقيقة تؤثر تأثير كبير